عيش مبطل أحسن ما تبطل تعيش. دي الجملة اللي قالها بوجي، الشخص البطل اللي قدر إنه يتحدى المخدرات والإدمان ويتعافى منهم تماما. تعال أقول لك إيه اللي حصل. بوجي زي ما بقول لكم كده واحد بطل قدر إن هو يتعافى من المخدرات ومن الإدمان طبعا، بعد ما سبب له في أذى كبير قوي في حياته، وبعد طبعا وفاة أخوه، وكان بيعمل مشاكل كبيرة جدا لدرجة ان هو كان ممكن يضرب ناس او يموت ناس حتى وهو ولا هو هنا ومش حاسس بأي حاجة. طبعا بوجي بعد ما تاب عن المخدرات وتعافى منها تماما ومن الإدمان، بدأت محلات الأكل تطلب بوجي بشكل مستمر، على أساس يعني ان هو طبعا طلع ترند وكده. واي حد دلوقتي بقى بيطلع ترند تلاقي محلات الاكل بتجيبه على طول علشان تعمل لنفسها ماركتينج. ولكن بقى اللي يعجبك في بوجي ان هو رفض محلات الاكل دي تماما، وقال انا طلعت بحكي قصتي على الملأ مش علشان اطلع ترند، لا علشان الناس تتعظ. وبالفعل في ناس اتعظت وفي ناس بطلت واتعافت تماما من المخدرات والادمان زي بوجي بالظبط. موقف كبير جدا من بوجي، وبرافو عليه ان هو رفض الترند. هو فعلا ولد بيحكي قصته علشان الناس تاخده عظة، وفعلا في ناس زي ما بقول لكم كده تابت وتعافت تماما من المخدرات ومن الإدمان. طب ايه علاقة المخرج محمد سامي ببوجي او بمحمد مسعود رزق؟ محمد سامي طلع وعبر وقال ان هو هيعمل مسلسل جديد وسمى المسلسل رد كليتي. طبعا بعد ما انتشر اسم المسلسل دوت الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا من انتقادات لمحمد سامي. هو انت مش كنت اعتزلت الفن ومش قلت ان انت مش تعمل مسلسلات تاني، وان انت خلصت كل الشغل اللي عندك ومش هتقدر تقدم حاجة لمصر؟ ومن بقى ان الناس ربطت الموضوع دوت مسلسل رد كليتي اللي هيعمله محمد سامي بموضوع بوجي، وان هو تعافى من المخدرات وباع كليته. الانتقادات زادت جدا على محمد سامي في الحتة ديت، ازاي بيعمل حاجة زي كده، وبين ناس تانية خالص قالوا ان هو ربطوا يعني موضوع محمد سامي دوت بفيلم نور الشريف الحقونا لما باع كلية البطل في الفيلم. ناس ربطت الاحداث وربطت الموضوع ببوجي، وناس تانية ربطتها بنور الشريف. انتوا بقى قولوا في كومنتات، تفتكروا محمد سامي بالمسلسل الجديد بتاعه رد كليتي يقصد بوجي ولا يقصد نور الشريف؟